لو انت هنا في دبي وحاسس ان فرصك قليله وانك واقف في مكانك، ركز معايا في الدقيقه دي عشان انا عايز مصلحتك. السبب في كل ده ان معظمنا ما يعرفش المهارات اللي السوق محتاجها دلوقتي. يعني ممكن تكون شاطر في مجالك الحالي، لكن من غير مهارات اضافيه هتفضل دايما في نفس المكان ما بتتقدمش. الموضوع سهل لو ركزت على المهارات الصح، او بمعنى اصح اكتر الوظائف اللي مطلوبه هنا ومرتباتها محترمه. اولا، تحليل البيانات. اتعلم جداول صيغ بسيطه وهتقدر تحلل البيانات بسرعه وتكون ليك قيمه كبيره في اي شركه. تاني حاجه، التسويق الرقمي. اتعلم اداره صفحات فيسبوك وانستجرام وفهم اساسيات الاعلان وتحليل البيانات، المهاره دي مطلوبه جدا دلوقتي. تالت حاجه، الامن السيبراني. لو مهتم بالتقنيه او حتى المهارات الاساسيه في حمايه البيانات، بتكبر فرصك في مجال العمل في الامارات. رابع حاجه، مهارات التصميم البسيط. اتعلم ادوات تصميم زي كانفا، هيخليك تعمل بوستات وعروض احترافيه وبسرعه جدا ومطلوبه جدا في اي شركه. خامس حاجه، اللغه الانجليزيه العمليه. ابدا بانك تركز على ايميلات قصيره، مكالمات وجمل يوميه، ان شاء الله حتى 5 جمل جديده، ده هيخليك متحكم في التواصل في الشغل. سادس حاجه، اداره المشاريع. استخدم ادوات زي تريلو او نوشن، ونظم مهامك وحدد مواعيد، وده هيديك ميزه كبيره جدا قدام اي مدير. لو بدات دلوقتي بالخطوات البسيطه دي هتحس بالفرق في شغلك خلال شهور قليله، وده هيفتح لك فرص كتير للترقيه وزياده المرتب او حتى وظائف جديده افضل. ابدا اتعلم حاجه واحده صغيره النهارده وكرر ده كل يوم، وهتشوف حياتك المهنيه حرفيا بتتغير.